الثلاث منتجات دول زي بعض، بس في التجاره الالكترونيه الثلاثه مش زي بعض. تعال اقول لك ليه. لو انت نفسك تبدا التجاره الالكترونيه بتاعتك فانت لازم تعرف ان في ثلاث انواع من المنتجات، واول نوع هو المنتج الجينيريك او المنتج العام، وده هو منتج بيجي من الصين او مورد معلوش اي اسم براند. ده مثلا زي الكحك الساده كده، معلوش اي سكر ولا عليه اي ملامح ولا حتى علبه او اي حاجه. والمنتج العام ده بيستنى ان ايه براند ياخده عشان يبدا يعمل له براندنج. من المنطلق ده بنروح على النوع الثاني من المنتجات، وده هو انك تجيب المنتج العام او الجينيريك، ولما الكرتونه بتوصل لك بتبدا انت تعبيها في العلبه بتاعتك اللي عليها اسم البراند بتاعك، وتعمل لها الكتالوج وتصورها وتعمل لها كل نواحي البراند، وده اللي بيبقى اسمه الوايت ليبل. وده بيبقى كويس مع التجار المتوسطين اللي مش عايزين يخاطروا في كميات كبيره جدا، واللي في نفس الوقت بيبيعوا في كاتيجوريز كتير او منتجات كتير. وده برده بيبقى احسن لك لو انت هتبيع في السوق اللي انت موجود فيه. لو انت تاجر فتاك بقى وبتبيع 1500 و2000 قطعه في الشهر من نفس المنتج، فانت لازم تروح للنوع الثالث من المنتجات وهي البرايفت ليبل. وده هو انك بتكلم المصنع في الصين يبدا يصنع لك المنتج اللي انت عايزه بمواصفات خاصه بيك انت، وكمان ممكن تخلي المصنع يحفر لك اسم البراند بتاعك على المنتج بتاعك. بس دي صعوبتها ان هم بيطلبوا منك انك تاخد وتسحب كميات كبيره جدا. مشكله البرايفت ليبل ان هو بيحتاج بادجت كبيره شويه، وانت وشطارتك بقى تسوق وتبيع. بس البرايفت ليبل بيبقى كويس لو انت فكرت تبيع في اسواق بره الدوله اللي انت فيها. وبكده تكون عرفت الثلاث انواع بتوع المنتجات، عشان لو فكرت تخش على علي بابا تبقى عارف هتطلب انهي نوع من المنتجات. فلو عايز تعرف معلومات اكتر عن التجاره الالكترونيه وازاي تبدا البيزنس بتاعك، ما تنساش تسيب الفيديو ده، ما تنساش تعمل لي فولو، ما تنساش تبعته لصاحبك، ما تنساش حاجات كتير. اتكلمت في حاجات كتير.